عندما يصل عدد البعوض إلى حد معين، يمكنه حتى قتل صغار الذئاب التي تفوقه حجماً بآلاف المرات. وحتى لو اختبأت الجراء داخل العرين فلن يفيدها ذلك. يعود الأب الذئب مسرعاً، وما إن يرى أسراب البعوض الطنانة حتى يدرك أن هذا المكان لم يعد آمناً لصغاره، لذلك يقرر نقلهم إلى عرين جديد. لكن العرين الجديد يبعد مسافة 8 كيلومترات كاملة، وفي هذه البرية الخطيرة يجب عليهم الوصول إلى المأوى الجديد بأسرع وقت ممكن. يركض الأب الذئب البالغ بسرعة كبيرة، لكن الجراء تعاني بشدة. أرجلها القصيرة تبذل أقصى جهدها، لكنها لا تستطيع مجاراة سرعة أبيها. بعد قطع 3 كيلومترات يبدأ الجرو الأكثر تعرضاً للدغات البعوض بفقدان قوته، لذلك يخبئه الأب الذئب في ملجأ مؤقت حتى يستعيد طاقته. وبعد أن يتأكد من أن المنطقة آمنة مؤقتاً، يواصل رحلته مع الجروين الآخرين. ولحسن الحظ تمر بقية الرحلة بسلاسة، وبعد 5 كيلومترات أخرى يصل الأب أخيراً إلى العرين الجديد. يوجد عدد أقل من البعوض هناك، مما يجعل المكان أكثر ملائمة لبقاء الجراء. يستقر الأب مع صغاره ثم يخرج للصيد، غير مدرك تماماً أنه نسي أحد جرائه في منتصف الطريق. في هذه الأثناء، عندما تعود الأم الذئبة وبقية أفراد القطيع إلى العرين القديم، يكتشفون اختفاء الجراء، وبإصرار على العثور على صغارهم بأسرع ما يمكن، ينقسم القطيع ويبدأ البحث مستخدمين حاسة الشم لتتبع الروائح. بعد 8 ساعات من البحث الشاق، يعثرون أخيراً على العرين الجديد الذي يبعد 10 كيلومترات، لكن الأم الذئبة تدرك أن جرواً واحداً مفقوداً من القطيع، ففقدان أي فرد يعني أنهم لن يتوقفوا عن البحث أبداً. لذلك تترك الأم أحد أفراد القطيع الموثوقين لحماية الجراء، وتنطلق مع الآخرين لمواصلة البحث. لكن برية القطب الشمالي شاسعة بلا حدود، والبحث عن جرو واحد يشبه البحث عن إبرة في كومة قش. وفي الوقت نفسه كان الجرو الوحيد ينتظر بيأس لمدة 2 يومين كاملين. لقد أصبح متعبا وجائعا وضعيفا لدرجة أنه بالكاد يستطيع الوقوف، لكنه بقي في مكانه بعناد، آملا أن يعود الأب الذئب من أجله. ومع مرور الوقت أصبحت عواءاته أضعف فأضعف، ورغم أن عواء الذئاب يمكن أن يسمع لأميال، إلا أن صرخاته في تلك اللحظة كانت تغرقها الرياح العاتية واتساع البرية. إذا لم يعثر عليه القطيع قريبا فسوف يواجه الموت قريبا. وفي قمة اليأس يقرر الجرو الانطلاق للبحث عن والديه بنفسه. يجر جسده المنهك نحو الوادي